2ME. بكل مناطق الأسترالية 2ME يسعد مساكم. مين أولكم معنا قبل ما ننتقل؟ بيدرو حجي والهام حافظ. بنمسيكم بالخير وعلى الوعد مثل ما وعدناكم بلقاء منتظر مع الأستاذ الكبير والشاعر الكبير، شاعر الزجل والكلمة الحلوة، الأستاذ موسى زغيب. اوكي، بنعرف عنه. شاعرنا الكبير هو الملقب بالملك، ولد بمنطقة حراجل واعتلى المسرح حين كان في 17 من عمره، 17 سنة. يعني نعرف عنه كمان انه بقي رفيق الشاعر خليل روكوز حتى وفاته بعام 62، وبعد فرقة خليل بعد ما كان مع جوقة خليل روكوز انتقل تيأسس جوقة القلعة وبقي بالحديث هلأ رئيسة. صحيح. يعتبر موسى زغيب القطب الأكبر بمباريات التحدي بين الفرق الزجلية بلبنان، وهو اللي بيختار خصومه بروية وما بيقبل أنه يتنازل مع مين ما كان، وتقديرا لجهوده وشعره المميز منحته الحكومة اللبنانية وسام الاستحقاق اللبناني عام 73. رحب بضيفنا الكبير الشاعر الكبير موسى زغيب. استاذ موسى، اهلا وسهلا بهالطلة بوجودك معنا عبر اثير 2ME. اوكي سيدي، انا بشكركم انت والاستاذ مدام الهام، انا بشكرك انت والاستاذ بيدرو الحجي على المقدمة. تسلم. عني وبدي اقول لك قبل ما بلش الحوار انا وياكي، نعم، والاستاذ حجي، من عون السدني توداي بدي ودي بلا ضجي، تحية لل2NA والإلهام وللحجة. شكرا لك، يا هلا فيك، كتير مزوق وكتير ذكي، يا هلا فيك. ثانك يو لك. ترى متى بسدني أنا هاي منطقة كنت انزل فيها، انا رايح 4-5 اكثر من 7 مرات على سدني من سنة 77، ولي صداقات ماكني مع كل اهالي سدني بالحفلات بالمباريات وبالسهرات وبالواجبات وبالاعراس هون وهونيكي. يعني هذه البلد انا برمت كرة ارضية 7 مرات، بس البلد توتني فيها صداقات واكثر شيء هي استراليا، سدني ومالبرن وادلايد. حلو حفظهم كلهم. استاذ، وانا بشكركم على انتم هالراجل العظيم اللي مهتم بهالتراث اللي نحن حاملين رسالته، الزجل اللبناني والشعر اللبناني والتراث كله. وعم توزعوه بمناطقكم. كثير بنشكركم على هالمهمه. تسلم. واستاذ موسى، نحن كمان بتشكرك، انت حامل هالتراث وبعدك يعني من ابن 17 سنه مثل ما عم نقول لغايه هلا. أنا سيدي كتب تاريخ الزجل اللبناني إنه سنة 1953 كان موسى زغيب رئيس جوقة بيز الجبل، كنت ساكن عمشيد بمنطقتكم بعدني. مزبوط، بمنطقة عمشيد. كان عمري 15 سنة، وبعدني من 53 لليوم الحمد لله الله اعطاني عمر وعطاني فكر وعطاني صبر، لانه انا بكتب كل يوم 5 ساعات او بالليل او بالنهار على مدى 57-58 سنة. حلو. وكان هيك الله اعطاني اني اقدر هالفن اللي خدمته هالمسافة كلها وربى لي اصدقاء في جميع انحاء العالم وفي لبنان، وعطاني اسم الحمد لله كثير مهم. حبيت اخدمه لاخر مرحلة. في شيء بدي اقول لك ايه، قلتوا انه موسى زغيب انا كنت رئيس جوة خليل روكوز. مزبوط. وتركت لاولاده بعدين واخذت جوة القلعة، ودليت الى 25 سنة من سنة 72 جوة القلعة، يمكن ما بعرفش الزغيب ايش بصير الوقت هيك. بس انا هلا تركت المنبر الزجلي. تركت المنبر الزجلي؟ بحب غني على منبر، عطيت الفرقة لشعراء الرفاق اللي كانوا معي. نعم. وانا عم بكتب هلا، عندي ملحم الدكتوراه باللبناني وعندي كتب ونزلت على الدفاتر وعلى الكتب وعندي مسرحيات ضخمه كبار. استاذ موسى هو كلهم هون استاذ موسى هو كلهم بنحكي عنهم بالاردن وبامريكا وين ما كان، وعم بشتغل على تاليف الكتب. وعملت برامج للزجل على التلفزيون، ما بعرف اذا عم تحضروه. اكيد.
عملت برنامج اوف وسهريه واوف قبل ما اروح، قبل ما انزل عن المنبر حتى طلع له اقطاب رفيق. عملت برامج على سنتين سميته برنامج اوف من الاو تي في بلبنان. مظبوط. وخرجت منه فرقتين لبنانيين وفرقتين سوريين، وكان عندي امكانيه خرج فلسطينيين، بس الفلسطينيين ممنوع يجوا على لبنان. هلا يمكن اعمل لهم بعدين مشروع بالاردن. بقى وبلشوا بحفلات بلبنان وعم بيسافروا على كل بلدان العالم. يعني بعتبر حالي اني عملت واجباتي كامله مع الفن. حلو. الله كلفني بمهم. ان شاء الله. استاذ موسى زغيب، حضرتك خصم عنيد وجبار صنديد، يحسب لحضرتك ألف حساب على المنبر. حصلت عدة لقاءات بين جوقتك وجوقة زغلول الدمور بالمشرف وشتورة والمدينة الرياضية. اليوم ليش عم نرجع نعددهم وليه عم نرجع نذكر؟ هل اليوم موسى زغيب رح يكون اللي خرج تلاميذ عديدة؟ هل حيكون هناك زغلول تاني؟ هل حيكون بموسى نفسه هو ذاته؟ او شو الاشياء ممكن تعطيها لهالناس اللي عم تسمعك هلأ لحتى يقدروا يمشوا على نفس الخطى؟ اوكي، اول شيء بدي اقول انه الحفلات اللي عملتها انا والزغلول كمان عملنا حفلة بسدني فيها، وبعدها موجودة عندكم ووزعوها. مزبوط. كنا عم نسمعها انه بأدلايد ووزعوهم انا والزغلول الدمور شاعر كبير الله يطول عمره. وانا بعتبره الخصم الشريف. كانت اهم مباريات انعملت بلبنان بتاريخ الزجل تنعمل برعاية رئيس الجمهورية، من شيخ أمين جميل إلى سليمان فرنجية رئيس الرؤساء وكلهم. وكانت هالحفلات تضم جماهير عديدة كتير بال20 و30 ألف. عملنا كمان بالكويت، وعملنا بالشام، وعملنا ببلدان العالم كلها. نعم. عم بتقولي لي انه ممكن يعني الاقطاب يا عزيزتي اللي كانوا يخوضوا هالمعارك كلها، يعني بدي تقولي قسم منهم راح صديقنا الله يرحمه زين شعيب اللي كان مهم وادوار حرب واسعد سعيد وهالرفاق اللي كانوا مهمين يغنوا على المنابر. راح منهم قسم. بعد في الزغلول والسيد محمد المصطفى كان شاعر مهم كتير يغني معنا على بالمباريات بالمدينة الرياضية، كنا نجيب فيها 10 و20 ألف و30 ألف. نعم. بقى كبر الزلمه ما عاد عنده الامكانيه، والزغلول صار بده يرتاح، قطع مرحله زمنيه منيحه، صار ما بعرف قديش بالثمانينات ما بدي اقول عنه ما بعرف. انا كنت اصغر شعراء المنابر الكبار القديمين، كنت اصغر واحد فيهم وكنت الكبير بجداد. يعني هوديك الشباب المهمين قسم راحوا، قسم ما عاد عنده الامكانيه الصعود على المنبر بالنسبة للعمر والزمن. مظبوط. وانا ظليت على السبب تركت وقفت الحفلات الزجلية، لانه الخيول اللي كانت بتركض مع موسى زغيب المهمة رحلوا، قسم راحت وقسم شيخت والله يطول عمر الباقيين فيهم. امين. وصار حل يرتاح انا بعد 57 سنة، بس الامل عم بتقولي لي كده كله يقدروا يوصلوا. نعم. قلت له للشعراء انا اللي يتخرجوا بالبرنامج عندي، وقال له رفاقي اللي موجودين على الارض اللي بعدهم هون في شعراء منيح بعد عنا على المنابر بلبنان، عنا شعراء منيح ما بدي بزعل قوي عد حدا وانسى حدا منهم. انه هذا فن مثل ما قلت لك بده صبر. يعني صبر. يعني موسى صغير على 57 سنة تيكتب كل يوم 5 ساعات مش عينه. مزبوط. مش عينه. كان واحد عنده فحص تلميذ، عنده فحص بده يعمل درس ملبك على 2 3. صحيح. يدرس بالليل وبسكروا له الاوض وامه وبيه. انا عندي كل يوم فحص على مدى 57 سنة. تعبت من هالموضوع هيدا، وبنصحهم بقول لهم الصبر والاستمرارية واحترام اسمك للشاعر، يحترم اسمه ويحترم جمهوره. الشاعر يا عزيزتي اللي ما بيحترم جمهوره ما بيقدر يوصل، وما بيحترم اسمه ما بيقدر يوصل. مزبوط. وبده يكون عنده قلب يحب جميع الناس، حتى اللي بيسبوه حتى اللي بيكرهوه، ده اللي يحبهم كلهم تيقدر يوصل. الله شو حلوين هول يا موسى زغيب. الله. استاذ موسى. نعم. استاذ موسى بنطلب منك طلب، كلنا سوا بنحب لبنان
وكلنا متعطشين للبنان، وكيف تيكون لبنان بصوتك. شو بتحب هيك تسمعنا شيء عن لبنان تنتوقف هيك مع استراحة فنية منك تنرجع نكفي؟ كيف عيني؟ شو بتحب تسمعنا شيء عن لبنان؟ زجل على طريقتك. لأنه حضرتك أجمل من ما غنى زجل للبنان وللمغتربين كمان. يمكن معليه هيك حشرتك فيها. إلي تاريخ أنا وياهم، يعني أنا إلي من سنة 61 بسافر. مزبوط. برمت الدنيا كلها وعملت رسالتي بعدها كاملة. في عالم كتير متعطشة هلا، الجالية اللبنانية متعطشة كتير لإلك. أنا قايله كتير هلا مش في شيء جاهز بين ايدي، بس بقول إنه كنت في عندي شوية عتب هالمدة الحاضرة بالوقت الحاضر هون. عم تابعين الموضوع عنده بلبنان ما هيك؟ كلنا متابعينه يوم بيوم طبعا. بقول بلبنان في ساحات عم توسع ومظاهرات مفاجئة بتطلع، يوم على الإيجار والمأجور يجبوا الصريخ وما حدا يسمع، ويوم على العمال والأجور بدهم حقوق وما حدا بيدفع، وصار الزفت عدروبنا محفور، من لهيب النار يتوجع، ما عاد يمرق بثمانة طيور من دخنة الوليب عم تولع. اوه حلوة. بدي عم فيش فرقة بالدوليب مسكر تراث. مزبوط. يعني مثل ما بقول حط عجل فزعان بكرة بوطن مقهور، هيك الثقة بالبعض تتزعزع، وبدل الحوار بتيت الدستور يتحاوروا بالنار والمدفع. بس يا موطني لما الزمان يجور حتى عن الأحقاد تترفع، تحكم بأمر النور والديجور، وما زال عندك جيش لا تفزع. لو قد ما جن الهوى وزوبع، ولو شجر بعواصفه وركع، وحده الأرز ما بيركع بلبنان، والجيش مثل الأرز ما بيركع. حلو. الله very nice. يسلم تمك. يسلم لك كل شيء عن لبنان عاد ما عندي. نعم. أستاذ موسى اسمح لنا بس رح ننتقل لفاصل كتير صغير. مستمعينا أكيد مع شاعرنا الكبير أستاذ موسى زغيب، عندي وقفة من بعدها فورا لنرجع قبل ما ننتقل لغرفة الأخبار، من بعدها مأكدة منتابع معه المشوار. فاصل ورجعين بيدرو. يلا أوكي. with 2MA Australia. ثانك يو سو ماتش. ونحن بنلكم نشكركم يعطيكم العافيه. حتى ما نضيع ابدا وقت بنرجع من جديد رح نرحب بالاستاذ موسى زغيب. بيدرو انا بعرف كثير في من الاسئله، ولكن ومن الاشياء بس بنحب نذكر باشياء صغيره كمان هيك. 60 سنه من العطاء ما توقف بعد الشاعر موسى زغيب عن العطاء، برصيده اكثر من 40,000 رثاء و450 قصيده شروقي، اضافه الى 7,000 قصيدة غزل ومنشورات عدة وكبيرة هلا بيخبرنا عنها. ألوف الأبيات الشعرية. بننتقل أكيد من جديد لنرحب بضيفنا الكريم أستاذ موسى زغيب. بنقول لك أهلا وسهلا فيك، ورح نكون مع اتصالاتنا اللي حابين يسلموا بطريقتهم على حضرتك. بنرجع بنذكر 02965330. اتصالنا الأول بده يجمعنا. لنشوف بيتهيأ لي وين قالها. مساء الخير. الو مساء الخير. الو اهلا تفضل، معك استاذ موسى زغيب شاعرنا الكبير. الو مرحبا استاذ موسى. اهلا، مين عم يحكي؟ معك محمد شاهين. يا اهلا محمد. الحقيقة أنا كنت من عشاق الزجل، يعني بالسبعينات بهذيك الأيام كنا يعني نسمع عليكم وننطركم من نطرة. بس في بيت زجل قديم هو شوي، ما بعرف إذا عندك فكرة عنه، إذا بتعرفوا يعني، بس تقلي لمين هو اللي بيقول فيه بلاها هالكلمة بلاها، هي حجة الضعف وبلاها، هيدي عتيقة مش جديدة، السامع قبل هالمرة اشتراها. هذا لا أسعد سعيد. لمين؟
أسعد سعيد. في أسعد سعيد كان يغني مع الشاعر الجنوبي المهم بحفلة دار القلعة كمان بعتقد. ايوه بحفلة دار القلعة. ايه طيب، شكرا كثير لك استاذ موسى. بس انا حبيت اعرف لمين هالبيت الزجل لانه ناسي، كنت اسمعه من زمان. تسلم حبيبي، ميرسي محمد، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك يا محمد. بنرجع مستمعينا اكيد على 02965330 كمان رح نستقبل اتصالنا التالي. بيتهيألي معي سمير. مساء الخير. مساء النور يا الهام. نحن متشكرين تهانيها على المقابله الحلوه مع النابغات اللبنانيه عنا الاستاذ موسى زغيب. يعني حقيقه كتر خير الله، يعني بيعطي عطايا للناس كثير، يعني الانسان امرار بيقدرها. هو واحد من الناس القديرين. تسلم. الشعر اللبناني والله خلي لنا اياه ويعطيه طول العمر. صدقيني انا بشبهه شكرا لك يا سمير. مثل الجبال الصمنين، يعني الاشخاص اللي ما بتتعوض. الله يعطيك طول العمر يا استاذنا ويخلي لنا اياك. الله يخلي لنا اياكم قد ما تكونوا بلد اللي تحبوا هالبلد وشعراءه واهله. الله يحفظك، لانه بتقربنا كثير على لبنان يا اخ، وبتعطينا حنيه. بترجع لو كنا نحن بغربي بس بتحطنا بجو لبناني. الله يخلي لنا اياك، يعني نحن بننبسط فيه. الله يحفظك. اهلا وسهلا فيك وطول عمرك. يا هلا، شكرا لك يا سمير. يا هلا يا هلا يا هلا. مستمعينا اكيد رح نعطيه شوي معليه رياحه لاستاذ موسى زغيب لحتى نكفي نقول كمان اصواتكم بتكون معنا بعد هالوقفه. استاذ موسى من جديد، اهلا وسهلا بهالطلي عبر اثير اذاعه توأمي. بدي اقول لك انه انا على برنامج الاوف كانت معي الدكتوره كلوديا ابي نادر. كلوديا ابي نادر حبيبه قلبنا، وتوجه لها تحيه لو كان على الهواء بعيد من هون، لانه هيدي كان لها مطرح مهم. وهلا ببرنامج سهريه اوف معي شاعره مهمه جديده ندى ابو حيدر طرباي، تحيه خاصه لها. يعني عم نحاول كمان نطلع من الانسات والسيدات شعراء يحكوا الزجل والتراث اللبناني، عم نفتح لهم مجالات. نعم. حتى تكون شامله رسالتنا بالحياه. نعم. شو ممكن هلا عبر صوتك تسمع اللي كتار قاعدين وناطرين تيسمعوا موسى زغيب بطريقه بصوتك هالحلو، شو حابب تقول لهم؟ بدي سمعوا شيء شروقي هيك غزلي. اي تفضل. ايوه، وبدي لك تلميذ على بارامتر لانه كنت انزل بنتكم انا حدك. اي اوكي يا هلا. يا هلا فيك. بدي اقول لهم بدي اسمعك شروقي يقول لبست الاسود قلت هاللون ما حبيت، قالت لبسته إلك يا عز أحبابي، تضل زورك بعتم الليل عالسكيت، وما يحس في حدا ولا يحسب حسابي. لبست خضار الشجر شقت خوابي الزيت، كالطير يلي بريحان الجبل رابي، تشهون بليل الصقيع وقالها يا ريت غليت فيكي وبلا ريحانة الغابي. لبست الخمر واجت تزورني بالبيت، دقت عباب المساء ولما فتحت بابي، دلدق حرير الصدر عرخامها وحسيت مثل كأنه انجرح شريان شيخابي.
البس، قالت إلك نقيت سطين ترهج حلا وتقصر على ركابي، تصير تكتب غزل والبيت يغزو البيت، كل ما شعت الهوى عم يغزل تيابي. هيدي واحدة من الشوقيات اللي الله وحبيبنا. يسلم. شو عامل جو كتير كبير بالاستديو يا استاذ موسى هلا. عن جد يسعد لنا هالمساء، هالوقت الحلو جميل جدا معك. يمكن سألتني عن الكتب. مزبوط، سألتك عن الكتب. عامل موسوعات كتير كبيرة ودواوين كتير كبيرة من الشعر استاذ موسى، فينا نستعرضهم نحن وياك؟ تعد لك اني عندي اول كتاب 20 سنة هيدا عملته وقت اللي عن فلسطين، كان لها 20 سنة محتلينها وتوزع واخذ رسالته 20 سنة. وعملت مسرحية بعده كتاب هيك يعني روائي اسمه ملح مساعدة. ورجعت عملت كتاب اناديل الزمان، عملته هذا بالحرب اللبنانية، سميتها الشهداء اناديل الزمان على كل مفرق شهيد. حلو. ورجعت عملت الديوان تبعي قلم ودف، لانه انا شاعر منبري شاعر قلم. مزبوط. ورجعت عملت كتاب وصايا طلبوا مني الصحافي صديقنا انور حرب، عندكم تحياتي له. نعم مزبوط. وصلت له اكيد. ورجعت عملت كتاب انا والسهر اللي اخذ دور مهم بلبنان. ورجعت عملت كتاب امبارح وبكره اللي اخذته المدارس عم تدرسوا للرساء بلبنان، وقعته سنة الماضية. عندي قريبة شروقيات موسى صغيب مجموعة. وعندي أهم كتاب يطلع عندي هو ملحمة الاغتراب اللبناني، صرت عامله من زمان شوي أنا هلا بدي روح شوي لنا نزلوه على السوق. نعم. أستاذ موسى، في كلمة لك لحضرتك قلت إنه أنت ترجلت عن الفرس قبل ما يطرحك بالأرض. شو هالتعبير القوي وماذا عنيت به تقريبا؟ عنيت به يا عزيزتي انه انا بعدني خيال، يعني بعدني قادر اغني على المنابر وبيري الشعراء المهمين بدي اياهم، بس الشعراء المهمين كانوا يتباروا مع موسى صغيب راحوا، وما ليه اطلع شباب انا من برنامج تبعي واعمل مباريات انا وياهم، عرفتي كيف؟ فتحت لهم المجالات، وعلى اساس انه في كثير شعراء وصلوا لمسرح. يعني في مره مثلا زين شعيب الله يرحمه، هذا شاعر بحترمه وكنت اعتبره خيل كبير يعني. نعم. عمل له تكريم كان رئيس بري بالجنوب، طلع بده يقول قصيده ومشي وضاع وفرط. يعني الذاكره مع الزمن بتغير وضعها. حتى في مثلا شعراء بصيروا يقروا بيتعذبوا. انا بدي اوصل لهونيك، انا بدي انزل موسى صغيب مثل ما كانوا يشوفوا العالم، موسى صغيب على المنابر، انا بعدني موسى صغيب على المنبر زيد، بس ما بدي اغني. اذا صار الامر صار في شغلي حاضر لعينك ولعيونك انت والحجي. نعم تسلم. يلا ناطرينك. سلموا لي على استاذ، انا بشكركم انتم والراديو. تسلم. وصل. وبشكركم انهم مهتمين بهاللون التراث كثير. وان شاء الله نقدر نعمل لنا زياره على استراليا شمة هوا عند الاصدقاء وبنشوفكم. اكيد من كل بد. ونحن بانتظار. شو حابب هلا عادة حضرتك عطول بتترجل ارتجالي اليوم لإذاعة الTOME ولهالناس اللي عم تستمع لك، شو حتترجل من عندك هيك بارتجال تعطينا كم كلمة حلوين بطريقة زجل؟ ما فهمت شو قلتيني. شو حابب تقدم هلا استاذ موسى للناس اللي عم تسمعك؟ شو حابب تقدم لهم بصوتك؟ شاعر دشرت المسرح، ببكي بأيامي وبفرح، ومش قادر أعرف كيف صار الموضوع اللي عنه بشرح. كيف محطة
صار لها بقلبي مطرح. الله، شكرا جزيلا. كمان تسلم استاذ موسى، كتير بدنا نشكرك. وبيدرو عنده شيء بعد بدي اسالك اياه. علاقتك بحراجل كتير قويه، انت ابن حراجل، وانت من الشعراء القليل اللي تكرموا بحياتهم. كرمتك الدولة اللبنانية بأوسم كبيرة، ورجعت حراجل كرمتك بتمثال انوضع بصحتها. شو بتخبرنا عن هالمناسبة هيدي، وما كان فيها يعني كان فيها موجودة المطربة نجوى كرم؟ الحقيقة أنا أخذت كثير أوسمة، وأنا بدي أقول لك إن عن الأوسمة اللبنانية الكبار إن كثير مهمين. حتى أعطتني باريس، استدعاني رئيس بلدية باريس، عمل لي حفلة وأعطاني وسام عن باريس كثير رفيع. بس الشهادة اللي بفتخر فيها إنه أنا معي شهادة تقدير من أستراليا، من عندكم، من الحكومة الأسترالية. حلو. بقدر آخذ مواطن شرف فيها، وبعد ما فزعل لأخذهم وفل أولادي من هالبلد. بدي أنت تحية خاصة للدكتور. يعني بيقول إنه عملت لي بيعتي السنة الماضية احتفال، كان في حوالي 8000 شخص. حلو. عملت لي تمثال بساحة البلد هون، وكان برعاية رئيس الجمهورية، وكان رئيس الوزارة وقائد الجيش ورئيس المجلس. بتعرف المناسبات بهالحجم هاي الثقافية. وسلفتني بيعتي محبة، لأنه أنا إلي من سنة 53 بقدم لها مناسبات المفرحة والمحزنة ومشاركها ابنها فيها، وكان احتفال كتير مهم. وهيدا التمثال يعني ما في شاعر عمل له تمثال على حياته إلا أنا. مزبوط. لهالسبب هيدا حطني تجاه مسؤوليات كبرى، لأنه أنا من رأيي إنه ينعمل التمثال لشخص بعد ما يروح، مش هو طيب، لأنه الإنسان هو طيب يا صديقي بضل معرض للخطأ. مزبوط. يعني حطنا هالتمثال ضمن نطاق إنه الالتزام يعني رسمي، عرفت كيف؟ واجبات يعني. بكون عم نحسن ضيعتنا وبلدنا اللي كرمتنا ودولتنا. نعم. أستاذ موسى، اللي بيحبونا ان شاء الله دايما. قبل ما تروح لو سمحت، في عنا كمان بيدرو، بس يمكن اتصال وعدناه لابو فادي اللي حابب بس تيقل له الله معك وكيفك لاستاذ موسى. قبل ما انتقل لابو فادي، شو حابب تقول له لاستاذ موسى؟ استاذ موسى، نحن كل ليله سبت عم نتسمر قدام شاشه التلفزيون بهالبرنامج الحلو اللي عم تعمله واللي عم يعده ابنك الدكتور ربيع زغيب. تحية خاصة لإله. نعم. وشو بتخبرنا عنه؟ هيدا نقلة نوعية، بعتقد انه عم تدخل الزجل بالشؤون الفنية. الانترنت انت موزعه هون، هو على كل الانترنتات بالمنطقة بلبنان. حلو. ايه. عن موعد الحفلة. ايه مزبوط. صحيح. على كل حال لبنان خلينا نشوفكم من كل بد. استاذ موسى، قبل ما تروح لو سمحت، معنا اتصال كمان ابو فادي مناطرينه اللي حابب يحكي معك. ابو فادي مساء الخير. لا ما زبطت معنا. بدي اقول بس ان شاء الله ما كنا فقدناه كول باك، يمكن يبدو فقدناه لموسى زغيب. فقدناه لموسى زغيب. على كل حال كان جميل جدا انه كان معنا، بدنا نشكره من قلبنا. تحية خاصة كبيرة لإله شاعرنا الكبير موسى زغيب. هلا اللي عنده تصوير نحن أخذناه من التصوير، عم يصوروا البروجرام سهرية أوف. نعم. ونحن كمان انه كتير اسعدنا، وكتير ما بتعرف الهام شو اجى اتصالات لعنا. honestly بدي اعتذر حتى من ست انطوانيت. وصل سؤالك لموسى زغيب، وبتمنى قال ممكن يرد على وسيله اعلاميه. ونحن بدي اقول لابو فادي كمان بشكرك ولسمير بشكرك، لكن للاسف ما قدرنا، اخذنا كل الاتصالات. بنرجع بنذكر ترافقنا مع شاعر المناسبات الاهم اللي جاي العالم 7 مرات وحصد جوائز قيمة تقديرا لعطاءاته، رجع فيها مرفوع الراس لوطنه الحبيب ومصدر إلهامه، مسقط رأسه حراجل التي لم تنسى جميله، فكرمته هي أيضا برفع تمثال له وسط القرية. رح يقلنا باي باي بطريقته. أستاذ موسى ميرسي كتير لوقتك اللي عطيتنا إياه، يعطيك ألف عافية وعلى أمل اللقاء. بس في شخص حكي ما قدرش أعرف منو اللي كان عم يحكي لك عني قبل هلا. في أبو فادي ومحمد شاهين.
اوكي وانتونيت، شكرا لك. انا بشكركم كثير يا عزيزتي. يا هلا. شو بحب يوجه كلمة نهائية لابناء الجالية استاذ موسى؟ تحياتي لك وللجالية العظيمة اللي بتمثل لبنان عندكم. في لك وصية بس على لبنان خلينا نشوفكم ان شاء الله. في لك وصية من الشاعر والصحافي موريس عباد. هذا صديق عزيز علي موريس، له تحياتي. ان شاء الله وصل اكيد. تحياتنا والى اللقاء. يا هلا. لك. تحياتنا مستمعينا، حان وقتنا من هاللقاء بجنن تننتين لا فاصل كتير صغير، من بعدها فورا غرفة الاخبار. بيدرو، برنامجنا كان كتير حامي وكان كتير حافل اليوم صراحة كما تعودنا. كان مع شاعر كبير من لبنان، عمود من اعمدة لبنان، ونحن انا وياكي عم نركز الهام مثل ما بتعرفي هالعمال الكبار. يعني انهم عن جد هودي بيبيضوا وجه لبنان، حلو يتعرفوا عليهم ابناء الجاليه. اكيد يا عماد، ونعدهم باكثر واكثر كمان. وكونوا معنا، ما تنسوا بكره من بعد الساعه 3 حنكون كمان مع زميلي بيدرو حجي.